السلام عليكم. الكثير يعاني من المشكلة هذه طبعا لتطبيق طرب. طبعا المشكلة هذه مش موجودة إلا في أجهزة معينة، في آيفون 6 اللي هو 6 و6 بلس. ليش؟ لأنه الإصدار أصبح قديم. الإصدار أصبح قديم علشان كذا تطبيق الطرب ما يشتغل. حتى إذا ذهبنا لنفس المكان وحذفنا وعملنا خدمة الموقع وعملنا إعادة تعيين للجهاز، عملنا كل الحاجات اللي هنا وما في أي فائدة. إذا حذفت التطبيق ورجعته وحدثته وعملت استعادة للجهاز، إعادة تعيين للجهاز، وعملت كل شيء، ما في فايدة. لأنه التطبيق حاليا ما يشتغل على آيفونات معينة اللي هي آيفون 6 و6 بلس. الجوالات الثانية عادي شغال، ما في أي مشكلة إذا كان التحديث أكثر من 12، اللي هو مثلا التحديث 13 وفوق، حتى ال6 اس شغال فيه. طبعا الذي يعاني من المشكلة هذه ما في فايدة إنك تستخدمه في نفس الجهاز. إذا كنت تريد بديل تستطيع استخدام البديل هذا اللي هو متوفر حاليا في 6 و6 بلس، اللي هو اسمه إدارة ملفات. إدارة الملفات تستطيع فتحه واستخدامه طبيعي. هنا كما تشاهدون عندي الصفحة فيه هنا، أنا قبل كده عملت عليه شرح. طبعا فيه مميزات أكثر من طرب. تطبيق جدا ممتع وممتاز وجدا رهيب، وخفيف كمان على الجهاز، ما هو كبير. نستطيع كما تشاهدون منه استخدامه زي طرب وأكثر. فيه كل المميزات اللي موجودة في طرب وأكثر.